السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد الافندي على قناة باكورد. الحقيقة بس عندي هشوفكم في الفيديو ده باذن الله. هنتكلم على ان موضوع الاهلي وهزيمته من بيراميدز. طلع الاستاذ عمرو اديب اتكلم على موضوع هزيمة الاهلي من بيراميدز. هل هزيمة الاهلي من بيراميدز دي كارثة؟ انتوا ازاي تتكلموا ان الاهلي ما بيتغلبش؟ انتوا ازاي تقولوا ان ما فيش فريق بيتغلب؟ الاهلي ما بيتغلبش. جماهير الاهلي لازم تتقبل ان الاهلي بيتغلب. بس الاول نصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، واشترك في القناه وفعل الجرس على الكل، وما تنسوش انتشروا اللايك للفيديو. بالنسبه للكلام اللي قال ان ما يصحش ان جماهير الاهلي تعترض على الهزيمه، ان هو الفريق اللي ما بيتغلبش، ان هو اللي مش عارف ايه، انه لا، هو الاهلي ما بيعترضش. استاذ عمرو اديب، الاهلي ما بيعترضش، الهزيمه وارده في اي مكان، بس كان انت فاضل لك ماتش كمان امام المصري بعد بيراميدز وتبقى خلاص قفلت العداد، كسبت الدوري بلا هزيمه. ولكن مفيش نصيب، مفيش مشكله، الراجل بيعمل روتيشن وغير اكتر من مره. يعني ان هو يقول روتيشن عشان اللعيبه ترتاح، وده اللي هو كان بيفكر فيه. ولكن قدر الله ما شاء فعل واتغلب. مفيش مشكله خالص، هي الحياه كده جولات، تكسب جولة وتخسر جولة، مفيش مشكلة. ولكن إن شاء الله اللي جاي أفضل. ده كان كلام مهم من عمرو أديب وبيوجهه للنادي الأهلي وجمهور الأهلي. جمهور الأهلي مفيش أي مشكلة عنده، وبيفخر بفريقه ومبسوط جدا جدا بالموسم اللي الأهلي عامل فيه 5 بطولات والستة جاية بإذن الله، ومفيش أي مشاكل. ولكن هو كلام في الإعلام بيصار بسبب إن الأهلي ما بيحبش الهزيمة. هو ده بقى اللي تقدر تقوله. مش متعود على الهزيمة، مش من الفرقة دي. اشوفكم في فيديو جديد. تحياتي ليكم، كان معكم احمد الافندي على قناة باكورد. الحقيقة بس عندي هسيبكم دايما في رعاية الله. تحياتي ليكم، سلام.